كنهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي واحد المساحه كبيره ديال الحريات. ملي كنشوفوا التقرير اللي تنشر دابا وكنشوفوا انه 31 مليون ونص شخص اللي كينشطوا في مواقع التواصل الاجتماعي، مساله ديال الحريات ومساله ديال التقنين، ولا حتى المساله ديال الحملات التطهيريه، ولا مساله ديال السلطات مثلا كما قال الدكتور صنيبي اللي كدير دابا السلطات. انا لا اعتبر انها حمله تطهيريه ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وانما الجرائم اللي كتكون داخل مواقع التواصل الاجتماعي هي مقرونه بجرائم اللي كاينه في الواقع. راه داكشي اللي كنعيشوه في الواقع في الشارع العام، والجرائم اللي كتكون في الشارع العام هي تحولات لمواقع التواصل الاجتماعي. كاين فيهم نوع زائد اللي جديد اللي هو مثلا نقدروا نقولوا التشهير ومسائل اخرى. مي اليوم حاليا ملي كنقولوا واش كاينه فعلا حملات تطهيريه، هي ما كايناش حملات تطهيريه. هو كاين واحد الاعتقالات بناء على شكايات، بناء على قضايا، بناء على اشياء اللي كاينه. اليوم ملي كنشوفوا هذه الاعتقالات اللي كاينه، كاينه حملات تطهيريه، واش غير جا الامن ولا السلطات جات دخلت البيوت ديال النشطاء ديال مواقع التواصل الاجتماعي وبدات كتعتقلهم؟ لا، وانما كاين شكايات من طرف ناس متضررين. وانا اللي كنشوفها استاذ محمد هو ان حتى المتضرر هو المساهم في حد ذاته. يعني ملي كنشوف 31 مليون شخص يشتكون من واحد المساله اللي هو واحد المحتوى معين في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت ملي كتشوف هذاك المحتوى كتلقاه يشاهد بالملايين، وانما ما غاديش نقول الالاف وفعلا الملايين، كتقول ماذا يقع؟ لان فعلا هناك كاين، الا كنا غادي نراجعوا التقنين ونراجعوا من البيئه، لان كل شخص ابن بيئته.